وفق تصاميم دقيقة وأسلوب فني بديع. ويلاحظ هنا التحرك اليومي والعادي لجنود وضباط القوات المسلحة الملكية. هذا هو القطاع الجنوبي لأمقالة المجاور لجلتة زمور، وهو القطاع الذي استهدفه الهجوم الفاشل لمرتزقة البوليساريو، وهو الهجوم أيضا الذي تكبد خلاله المرتزقة خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد. إنها حصيلة المحاولة الانتحارية التي أراد من خلالها المرتزقة النيل من وحدة المغرب الترابية، لكن كل الأحلام تبخرت على أرضية الواقع. ولعل هذه الصور غنية عن كل تعليق، لكونها تعكس بكل وضوح جسامة العتاد والذخائر التي غنمتها قواتنا المسلحة الملكية عند تصديها لهجوم المرتزقة. هذا الهجوم الذي انطلق من العيديات في الصباح الباكر من يوم الخميس 16 نوفمبر 1989، واستهدف منطقة خط الدفاع الواقعة بين القطاعين الفرعيين للجلتة ومقالة. وخلال المعارك التي استمرت حوالي 3 ساعات، حاصرت القوات المسلحة الملكية ببسالة الفيلقين المحمولين والفيلق المحمول على آليات BMP الذين دفع بهم المرتزقة في هذا الهجوم، وألحقت بعصابات العدو الخسائر التالية: نحو 100 قتيل وجريح، وقد ترك العدو 37 جثة ممزقة في الميدان. تدمير أو غنم كمية هامة من العتاد، من بينها آليتان من نوع BMP، وتدمير 3 سيارات من نوع جيب حاملة للأسلحة الثقيلة، ومدفع واحد ذي فواهتين من عيار 23 ملم، وقاذفة صواريخ من نوع سبيغ 9، وعدد من المدافع من نوع B10، ومدافع من نوع RPG-7، بالإضافة إلى كميات هامة من بنادق كلاشينكوف. وقد استشهد في صفوف القوات المسلحة الملكية 5 أفراد، وجرح 13 آخرون، ودمرت سيارتان من نوع جيب. وما تجب الإشارة إليه هو أن العتاد العسكري الذي خلفه المرتزقة من صنع سوفيتي، كما أن المدرعات من نوع BMP التي استعملها المرتزقة في هجومهم تتوفر على أجهزة تقنية بالأشعة ما تحت الحمراء، وهي أجهزة تسمح بالمراقبة والتنقل حتى في الظلام الدامس. كما لاحظنا أن التصدي للمرتزقة من طرف قواتنا المسلحة الملكية المتمركزة ووحدات التدخل السريع كان محكما، بحيث تمت ملاحقة العدو على مدى 15 كيلومترا لتردهم على أعقابهم خاسرين. وبهذا تكون قواتنا المسلحة الملكية قد حققت انتصارا آخر يضاف إلى الانتصارات السابقة. إلا سمحتوا غادي نبداو بالسلاح الأول اللي هو مهم، وهي هاد المصفحة الحاملة اللي هي من نوع BMP، واللي أصلها يعني سوفيتي، وهي تتكون عندها 3 أسلحة مهمة. أولا هذا الصاروخ اللي هو تيبلغ المسافة نتاعو حتى 3000 متر، وعندنا سلاح آخر مزدوج معه وهو من عيار 73 ملم، ورشاش صغير من عيار 62 ملم حتى هو مزدوج مع هاد الأسلحة اللي ذكرنا. هذه مصفحة أخرى شبه الأولى، يعني عندها أسلحة بحال هذيك الأولى اللي شفنا، وزيادة على ذلك فإن هذه الأسلحة يعني عندها واحد
يعني زيادة على السلاح عندها واحد العتاد باش يمكن تشوف حتى بالليل. هذه سيارة من نوع لاندروفير كانت حاملة لواحد السلاح اللي تيسموه البي 10، حتى هو من صنع سوفيتي وتيضرب تيضرب من عيار 73 ملم. هذه سيارة من نوع تويوتا، يعني حاملة لسلاح ثقيل وهو الرشاش المزدوج اللي من عيار 73 ملم، اللي هو ايضا زياده على اللي مضاد للسيارات، فهو اولا مضاد للطائرات. هذه هي سياره اخرى حامله الرشاش اللي قلنا من عيار 23 ملم، وكيف تشوفوا فهو سلاح ثقيل، ويعني دائما القوات المسلحه اللي نتاعنا تتغنموا من طرف العدو لعدم حسن استعماله من طرف العدو. هذا سلاح عاد ظهر عند العدو واللي هو سبيغناف، وهو صاروخ يعني تضرب ضد المصفحات وضد السيارات كيفما كانت نوعها، وهو تيبلغ المسافة نتاعو من تقريبا من 2000 حتى ل 3000 متر، وهو يعني سهل في الاستعمال. هذه روكيت يعني صاروخ صغير من نوع 73 ملم، اللي هو تيستعملوه في هذا السلاح اللي تيسمى البي 10، وحتى هو كذلك من صنع سوفيتي. حديثة 73 متر اللي هي حتى هو من صنع روسي، اللي هي تسمى الار بي جي 7، وهو تيحملو يعني رجل واحد، تيستعملوه رجل واحد، وهو مضاد للمصفحات والسيارات وكل نوع نتاع السيارات كيف ما كانوا. وهذه واحد رشاش من الرشاشات الكثيرة اللي غنمتها القوى المسلحة الملكية، اللي غنمتها فوق السيارات المحروقة، واللي هو رشاش من نوع كالاش كذلك. وهنا غادي نشوفوا حاجة أخرى، وهو المفرقعات اللي تيحملها العدو، وهي مفرقعات من نوع TNT، وهذو بعض من القنابل اللي تشدات، وهي من نوعين، وحده دفاعية هي هذه، وحده هجومية. ونوجد الآن بالجدار الأمني، حيث يوجد بعض جنود قواتنا المسلحة الملكية الذين سيعبرون عن ارتسامتهم إثر الهجوم الفاشل لمرتزقة بوليساريو. شكرا. الجندي خليفي بالقاسم الموجود في النقطة اللي هجموا عليها الفلول من المرتزقة، ولقنا لهم درس اللي غادي يبقاو يعاودوها. المهم دافعنا على راسنا، وحنا مستعدين باش غادي نضحيو بالغالي والنفيس، ومستعدين باش نأديو الأوامر ديال صاحب الجلالة قائد الأعلى ورئيس أركان الحرب، وعاش الملك. لاسبيرو مرزان إبراهيم،